خلينا نشوف هذا التقرير لعمرو فؤاد ونرجع تاني. انا سمعت امبارح من الناس ان بيقولوا 4 شباب عكسوا بنتين مسيحيين فعشان كده خناقات. شايف الموضوع ايه؟ انا شايف ال4 بنات ده مش الموضوع اصلا، وعمرها ما حصلت، ديت عمرها ما حصلت اصلا، ولا مسيحي ولا مسلم اتخانقوا مع بعض. احنا طول عمرنا كنا حبايب وما فيش اي حاجه. بيقولوا على حته ارض، بيقولوا ساعات بيقولوا على حته ارض، وساعات عملوا صليب على، فكل واحد ليه كلمه وعمالين بيتكلموا ايه، ده ليه كلمه وده ليه كلمه. بدأنا من هنا، الخصوص، المكان اللي اندلعت فيه الأحداث عشان نعرف ايه اللي حصل بالظبط. الحكايات كتير والأسباب مختلفة، بس الكل أجمع إن عم صلاح وبعض السكان عندهم معلومات مهمة. كده أنا اسمي صلاح سعيد، مسلم، وما فيش حاجة هنا اسمها مسيحيين ومسلمين. الناس دي ابتدت برسمة الرسمة دي، وهنا كان مكتوب لا اله الا الله الأول، مسحوها رجع الرسمة دي، ابتزوا الناس المسلمين. أنا بتكلم بمرض الله، مش هخاف من حد. رجع قال له يا ابني كده غلط، راحوا بادئين رسمه هنا، الرسمه الثانيه هناك اهي، الرسمه هناك الثانيه اهي، هي بدايه المشكله، الرسمه الكئيبه دي. فقال له يا ابني كده اللي انت بتعمله كده غلط، قال له اذا كان عاجبكم واللي مش هيمشي من هنا هيتضرب بالنار. اللي هم اصحاب البيت ده، اصحاب المشكله الاساسيه من الدور ال 12 طلعوا فوق قعدوا يضربوا بالقوالي. مش معقول واحد مثلا من الدور ال 12 هيموت، فاهمني، والدور التحتاني هو اللي هيعيش. ماشي، واحد من الدور ال 12 هيموت واللي التحتاني هو اللي هيعيش. اللي عملوا كده عندهم 18 سنه ولا يقل، يعني في 18 وفي 22 سنه، يعني شباب اقله. تحولت الخناقه بعد كده زي ما انت شايف لحرق وتدمير ما بين العيلتين. اصبح المشكله ملهاش دعوه بالاهالي وما بين عيلتين فقط. بس هنا لقينا ان الكلام بعد كده تحول لكتابات وعبارات بقت تتكتب على الحيطان، ودم محمد مش هيروح. وفجاه بقت تتحول الناس، وتحولت الناس بقى يخش ناس في النص ويحولوها لفتنه طائفيه، وبقى يقولوا لا دم محمد مش هيروح، ودول يقولوا لا دم منى مش هيروح. وحصل ان الكلام بعد كده زاد واتشرج في المنطقه في ثواني. الغضب اللي في قلوب اهالي المنطقه من الاقباط على قد ما هو مبرر، الا انه ينذر بخطر اكبر. طالبين القصاص بس والعدل بتاع ربنا، وكل مشكله بتحصل في الكنايس يموت 2 و3 و4 واخواتنا يموتوا، وبرضه هنقول القصاص، والحوار يحصل كل مره ومفيش اي جديد. لا حد بيحبس حد ولا حد بيمسك حد. يستحاله يكون منطقه زي دي وفيها القوه دي كلها وحد يجي يضرب نار وناس تموت ومفيش حد يتمسك. ومن الخصوص للكاتدرائيه حيث تشييع جثامين الضحايا. ايه اللي هم عايزينه؟ ايه اللي عايزينه بالظبط؟ يقولوها صراحة. هم قواي وكتار قوي قوي، يعني يقدروا يقولوا هم عايزين ايه؟ ايه اللي عايزين يعملوه فينا؟ اكتر من كده. ايه الظلم ده؟ ليه؟ ودي بلدنا، احنا مش هنسيبها. اقتلوا، خليهم يقتلوا، خليهم يهددوا اكتر. بلدنا مش هنمشي منها ابدا، حتى لو عملوا ايه مش هنمشي منها. دي جريمة سياسية مش بس جريمة مجتمعية. لازم يتجاب اللي بيحرض، ولازم يتجاب اللي بيتواطأ، ولازم يتجاب اللي بيهمل، لانه الضحايا مسيحيين واقباط. هو ده الوضع عندنا. الضعيف ايا كان بقى، نساء، اطفال، فقراء، مسيحيين، الضعيف بيتقتل ويتسحل وكله بيجي عليه. بصراحه الناس دي ما شفنا منهم اي حاجه، واكتر من الاخوات، وطبعا احنا حزنين لحزنهم وقلبنا وجعنا طبعا عليهم، ومش عاجبنا اللي حصل اصلا. اللي عاجبنا ده مش ما يعجبش اي حد. وفجأة التشييع انقلب إلى اشتباكات وعنف ومصابين، وبدل ما يتم التحقيق في سقوط الضحايا ال5 سقطت ضحية جديدة. ويا رب ما يزيدش العدد. عمرو فؤاد، 90 دقيقة، قناة المحور. مشاهد مؤسفة، أرجو أن تتوقف.